فيروس غامض أصاب البشرية وأباد ما يقارب 2 بليون نسمة. نتج عنه وحوش متحولة وظهور فصائل شديدة الذكاء. عمت الفوضى والخراب وشارفت البشرية على الانقراض، ودخلت الأرض حقبة الصمت العظيم. لم يجد ما تبقى من البشرية ملاذا وأملا لردع الوحوش سوى السلاح النووي. أفرغت الأرض خزائنها ودمرت الحضارة عن بكرة أبيها، ولكن لم تجدي نفعا. وفي أحلك لحظات اليأس ولد محاربين ذو قدرات خاصة أصبحوا هم خط الدفاع الأول. ومن هنا تبدأ الحكاية. ده بطلنا لو فونج طالب من منطقة فقيرة، ولكن حلمه انه في يوم من الايام يكون محارب، ومعجب بيه شين، فتاة لطيفة ولكن في نفس الوقت من احد اقوى واغنى العائلات، ومجرد معرفتهم ببعض مشكلة. وده تشانغ هوبي بيكره لو فونج وبيحاول يخطف قلب شين منه، ولكن فجأة وبدون مقدمات تم اطلاق تحذير في قيادة المدينة، وتم تشغيل الدفاعات أحد الوحوش المتحولة، وهو النسر الذهبي ذو التاج الأسود اللي تصنيف خطورته اس وريشه أقوى من الألماس. وحتى المقاتلات الحربية فشلت، والدفاعات كمان ما قدرتش تعمل حاجة. وصل الوحش المدينة وسرعته مدمرة، وشين كانت هتموت لولا تدخل لو فونج السريع، ولكن الوحش بدأ يدمر المكان ولو فونج شكله هيموت. وفجأة ظهر أحد المحاربين، وبسرعة البرق اتنقل القتال للسماء، وفجأة سقط الوحش. وديت اللحظة اللي زادت عزيمته انه يكون محارب. طبعا لو بيحب شين وتشانغ هوبي رافض ده، فجاب 2 من اصدقائه هم 3 طلاب في السنة النهائية في نادي الفنون القتالية الخارقة، وهيعلم لو درس قاسي. بس لو سدد له ضربة وقع فيها سنانه، وبدأ القتال معاهم، ولكن هوبي ضربه بسلاح قبضة حديدية، ولكن رغم ذلك قدر لو يقضي عليهم ويجرد هوبي من سلاحه. وكل اللي حصل شافه جيانج، وده المسؤول عن نادي الفنون القتالية الخارقة في مقاطعة يان كلها، واعجب باللي شافه. وزي ما قلنا ان لو من اسرة فقيرة بيدرس ويشتغل، واخوه اتعرض لحادثة وما قدروش يعالجوه، ففقد القدرة على الحركة. ولو عايز ينضم للأكاديمية العسكرية وهم يدربوه. والده كان حزين لانه مش قادر يدربه في نادي الفنون القتالية زي كل الأغنياء اللي بيدربوا ولادهم هناك، ولكن لو مقتنع انه هو ووالدته قدموا ليه كل اللي في استطاعتهم. ويظهر انه هوبي مدبر ليه فخ، وبالفعل في يوم التقدم للاختبارات كان معمول ليه فخ. هوبي دافع فلوس لعصابة مش علشان تقضي عليه، لا علشان يقطعوا ايده اللي هيمتحن بيها. ولكن يظهر ان لهم هدف اخر ايضا، وهو منعه من حضور الامتحان، ولكن قدر يقضي عليهم. وصل للفصل بالفعل، ولكن المراقب رفض يدخله بحجة انه ربع ساعة عدت، ولو بيحاول يقنعه انها لسه ما عدتش، لحد ما فجأة اتدخل جيانج، وان لو فونج عنده سبب مقنع للتأخير. طبعا المراقب ما قدرش يرفض لان هو المسؤول الاول والاخير عن الامتحانات اصلا. ولكن يظهر انه هوبي محضر خدعة اخرى. ده التعبان جنبك ملاك. ورقة الاجابة اتبهدلت، ولكن لو فونج مصمم انه لازم ينجح، ولكن للاسف فقد الوعي. طبعا هوبي بيحتفل باللي عمله في وجود زيهو تشانغ عمه واحد اعضاء فرقة ناب النمر. استيقظ لو ووجد شين بتطمن عليه وتشكره على انقاذه ليها قبل كده، ولكن هوبي دخل يشمت فيه انه يبقى يجرب حظه السنة الجاية، وبيتظاهر انه كويس قدام شين. ورغم ان لو فونج ساب سؤالين فقط، الا انه منجحش يلتحق بالاكاديمية العسكرية، ففقد الوعي تاني. وفجأة دخل عليه جيانج، قال له انه شاف قتاله وانه قوة ضربته تقارب 800 كيلو، وانه يقدر يكون محارب. وفي اختبار اسمه المحارب بيتعمل كل اول شهر، لو قدر يجتاز الامتحان التدريبي والامتحان الميداني وبعض المتطلبات
المتطلبات الاخرى يقدر يحقق حلمه. وبالفعل جه اليوم دوت وجيانج جه ياخده ومعاه يانج وو برضه هيتقدم للاختبار، وما كانش مصدق ان لو فونج هيروح الاختبار وهو سنه 18 سنة بس. جيانج قال للو ان الاختبار مش هيكون سهل ولازم ياخد الموضوع بجدية، ويانج مقرر انه لو نجح هينضم لنادي الفنون القتالية وهيدوله فيلا و20,000 في الشهر كبداية. بالنسبة للو فونج لو قدر ينجح هيقدر يساعد اسرته ويمكن يكون عنده فرصة مع شين، ولكن يظهر ان مكايد هوبي ما خلصتش لسه. وهنا الكل عرف ان لو غايب علشان امتحان المحارب. طبعا اتفاجئوا وبالفعل وصل لو فونج، ولكن المفاجأة ان نفس المحارب اللي هزم النسر موجود وشكله شخصية مهمة جدا. اتوجهوا لغرفة الاختبار وجد لو فونج نفسه في العالم القديم مع بعض المتقدمين. بدأوا ياخدوا اسلحة لقتال الوحوش ولو فونج لسه مش مستوعب. شاف الجميع بيقاتلوا وهنا اتذكر هدفه واسرته وان الخوف رفاهية مش عنده، وبالفعل اخد سيف وبدأ القتال وقدر انه يطعن احد الوحوش في نقطة ضعفه، ولكن اتفاجئ بوحش نمر الماستيف بيهجم عليه وسيفه عالق فاستعمل قبضاته والكل بيقاتل، ولكن المحارب الغامض بيراقب من بعيد. اما والد لو فونج كان عنده طلبية نقل واتضح انها في فيلا هوبي. يا ترى صدفة؟ هنعرف قريب. ونرجع للو فونج وباقي المتقدمين اللي كانوا بيتحركوا في اتجاه وحش معين ومعاهم كشف الوحوش اللي قريته ان الوحش ده من المستوى جي، ولكن فجأة الحساس بدأ يرتفع من 75 ل 500. يا حلاوة. وفجأة خدوا هجوم صوتي قوي واتضح انه وحش النسر الذهبي من المستوى اي. هربوا خارج المبنى، هجموا عليه ولكن اتهزموا واصبحت المواجهة بين لو فونج والنسر. قدر يسدد له ضربة ولكن سيفه اتكسر، وهنا مسك فيه والنسر حاول يوقعه ولكن سدد له ضربة قوية ولكن كانت بدون فائدة. وهنا كانت النهاية. لو فونج اعتقد انه فشل، ولكن المفاجأة انه نجح في الاختبار اللي كان هدفه انه يقيس قدرته على القتال والمناورة وقوته وسرعته. مش بس كده، ده حصد المركز الاول وبكده هيتأهل للاختبار الميداني اللي هيكون بعد شهر وهيقاتل وحوش حقيقية. ممكن يتصاب او يموت، ولكن بما انهم عدوا الاختبار فليهم مكافأة وهي تدريب خاص لطاقتهم الجينية علشان يكونوا اقوى. ونرجع لهوبي اللي اتهم والد لو فونج واللي معاه انهم كسروا الارض رغم انها كده من الاول، وامر حراسه يضربوهم في الوقت اللي كان لو فونج بيحاول يتصل بوالده ولكن مفيش رد. وهنا حاول يتذكر كلام والده عن وجهته، وبالفعل وصل لو فونج وشاف اللي حصل وهنا اتدخل علشان يمنع القتال، ولكن هوبي كان مجهز فخ ليه. استفزوا وبدأ القتال. طبعا لو كان بيقاتل معاهم حماية لوالده واصدقائه وقدر يهزمهم، ولكن الشرطة وصلت وبما ان المكان كله كاميرات قدر هوبي يقنعهم انه تهجم عليه في فيلته. مش بس كده، ده شين شافت لو وهو مقبوض عليه وبالفعل تم احتجازه، ولكن الغريب ان الفيديوهات اللي بتصور ضرب والد لو فونج ما ظهرتش. وهنا اتصدم الضابط لما عرف ان لو فونج احد المتأهلين في اختبار المحارب، وهنا احد المساجين حب يخلي لو فونج يديله مساج وانه هو كمان شارك قبل كده في اختبار المحاربين، ولكن لو فونج ما اهتمش. طبعا المسجون حس بإهانة وهنا بدأ القتال بينهم ويظهر انه قوي فعلا. بدأ يسددوا ضربات لبعض ولكن لو اداله مساج بس شديد حبتين وعرفوا انه هو كمان مشارك في الاختبار، ولكن المسجون الاخر لحقه قبل ما يكسر دراعه وانه لو عمل كده هيتم اقصائه من الاختبارات. وفي اللحظة ديت ادرك لو فونج خطة هوبي اللي كان مليه الغل والكراهية من لو فونج، وبيتفق مع احد الاشخاص وهو هو يانج انه يبعت للو فونج داخل السجن مجرمين يقتلوه، وهو مجهز شخص اخر هيقضي عليه وبكده هيتم اقصائه. والشخص الغامض ده هو مسجون واسمه كوبرا، اسم مش مبشر خالص. وصل عم هوبي زيهو لكوبرا وبلغوا انه هينقله لحجز اخر وعليه يتخلص من شخص معين في مقابل 1,000,000 ورسالة توصية لفرقة ناب النمر. ويظهر ان الاخبار وصلت لجيانج ان زيهو اتواصل مع كوبرا. اما كوبرا سبب احتجازه في الاصل انه شارك في الاختبار الميداني الشهر اللي فات، وكان السبب الاكبر في اصابة متقدمين كتير اكتر من الوحوش نفسها، وادرك انه لو لو فونج اتقاتل معاه هيكون في خطر. طبعا الضابط
وبلغ القائد ان لو فونج احد المؤهلين لاختبار المحارب. طبعا اتصدم من الخبر، ولكن صدمته الاكبر لما جات له مكالمة من شين في نفس الوقت اللي كان جيانج قلقان. ولكن المحارب الغامض طمنه، قال له انه لاحظ على لو فونج وجود طاقة روحية وانه ابهره شخصيا. وهنا اتصدموا مرتين، اول مرة انه عنده طاقة روحية، والثانية انه ابهر المحارب الغامض واللي يتضح انه مش بس محارب، لا ده احد سادة الارواح. وخلينا نقول ان الطاقة الروحية بتكون موهبة وبتتوجد عند فئة قليلة جدا. وهنا نوضح ان المحاربين نوعين، نوع بيعتمد على الطاقة الوراثية وبيقدر يمتص الطاقة من الكون، وده بيدي لخلاياه قوة متفجرة تزيد من قوته وسرعته، وده بيطلق عليه لقب محارب. ونوع اخر بيكون عنده طاقة وراثية وطاقة روحية، ولما بيوصل لمستوى عالي جدا بياخد لقب سبيريت ماستر، سيد الروح، وبيكون اقوى من المحارب العادي حتى لو الاتنين في نفس المستوى. وهنا لو فونج مش بيتأمل، ولكن بيستعمل اسلوب نقاط الضغط الخمسة، وده اسلوب تدريب الطاقة الوراثية للمحارب. وشكل لو فونج نجح فعلا، ولكن يظهر انه كوبرا وصل للحجز وحس بطاقته. اما لو فونج فحس ان في حاجة غريبة، وهنا مش قصدي انهم في حضن بعض. طبعا وقت وجبة السجناء ده ميعادها، ولكن لو فونج شاف وحش كوبرا امامه ومش فاهم هل ده وهم ولا حقيقة، ولكن يظهر ان المشاكل هتبدأ. اما بالنسبة للو فونج فيا اهلا بالمعارك، اتحداهم كلهم بما فيهم كوبرا اللي لسه ما يعرفوش. وبالفعل بدأ القتال وبدأ يقضي عليهم واحد ورا التاني، ولكن شكلهم مش هيستسلموا بسهولة. اتنين منهم حاولوا يطعنوه بسكينة من فرش السنان، بس اعتقد انهم عرفوا غلطهم خلاص. وهنا كوبرا قرر يتدخل، بدأ القتال معاه ويظهر انه مجهز شفرة حادة. واضح انه اسرع من لو فونج وقدر يقيده وبيحاول يطعنه، ولكن لو فونج قدر يهرب منه. وفجأة كوبرا سدد ضربة مخادعة وسوب شفرتين تجاه لو فونج ومستحيل يتفاداها. ولكن قبل ما تصيبه حصلت حاجة غريبة، الشفرتين ما صابوش لو فونج. كوبرا نفسه ما فهمش ايه اللي حصل، ولو فونج فجأة انهار من الألم. اما القائد فكان على اتصال بشين اللي خلته لحق التسجيلات قبل ما تتمسح. واستيقظ لو فونج ولاحظ انه حواسه بقت اقوى. مش بس كده، ده اتضح انه عنده موهبة الطاقة الروحية وبيقدر يتحكم في الاشياء عن بعد، وديت هي الطاقة الروحية النادرة. كل شوية لو فونج يصدمنا بمفاجأة جديدة، بدأ يتمرن على اسلوب الطاقة الوراثية، ولكنه وجد نفسه امام طاقته الروحية. طبعا كان اضعف من انه يستمر، واتقابل مع القائد دونج اللي بلغه انه ممكن يمشي، وان في شاهد خلاهم رجعوا التسجيلات المراقبة ولحقوها قبل ما تتحذف. مش بس كده، ده استجوب الناس اللي هاجموه في الحجز، وعرف ان عندهم تعليمات يكسروا دراعه ورجله، وقبضوا على الوسيط اللي كان مبلغهم بالتعليمات ديت. واكيد في شخص قوي وراه، ولكن للاسف ما يعرفوش مين. ولكن لو فونج قدر يستنتج مين اللي وراه، وتوقعه كان في محله. هوبي عرف ان خطته فشلت. مش بس كده، ده لو لو فونج قدم طلب لمكتب التحقيقات هيقدروا يوصلوا ليه ومحدش هينقذه ولا حتى عمه. وطبعا كان متعصب جدا، وبالفعل حصل اجتماع بين هوبي ووالده وعمه اللي كان متعصب من هوبي وفشل كوبرا، ومستحلف انه يقضي على لو فونج قبل ما يفكر انه يتهمهم او حتى يواجههم. وعرف لو فونج ان شين هي الشاهدة وهي اللي ساعدته، وطبعا محرج منها جدا، ولكن شكرها وهي بدأت تهنيه على اجتيازه الاختبار، وانها مؤمنة بقدراته وفاكرة نظرته للمحارب، وانه اكيد هيحقق هدفه، وانها عارفة انه عايز يحمي العالم وهي هتساعده. انه الحب يا سادة عقبالكم. اما قتال لو فونج فوصل للمفتش زوشي، الرجل الثاني بعد المؤسس لنادي الفنون القتالية الخارقة، في نفس الوقت اللي كان جيانج بيدرب لو فونج على القتال. ورغم تقدم لو فونج إلا أن فرق القوة واضح، جيانج بيتفادى الضربات بحركات بسيطة جدا، ولكن بعد ما شهر من التدريب عدى كان واثق من نجاح لو فونج. طبعا في تصنيفات بين المحاربين، أولهم الجندي، ثم المحارب المتقدم، ثم سيد الحرب، وكل تصنيف في داخله 3 مستويات.
بعد الاختبار الميداني هيكون جندي مبتدئ. اما المحارب المتقدم فده سرعته بتخليه يتفادى الطلقات، ده غير سرعته ومهارته العالية في القتال. اما سيد الحرب فده مستوى تاني خالص، بيتحركوا بسرعة الضوء وقوتهم بتدمر مباني. لو فونج كان بيتساءل لو في أقوى من سيد الحرب، وبالفعل في أقوى، ولكن دولة عددهم يتعدى على الصوابع وقوتهم تدمر كواكب. وفجأة تبلغ إن المدير زوجو طالبهم، وبالفعل بدأت المقابلة، وعرف إن سرعة لو فونج هي 58 متر في الثانية، وقوة ضربته تعدت ال 3100 كيلو. وهنا عرض الانضمام ليهم. طبعا كانت مفاجأة، وهياخد فيلا و20 مليون، بالاضافه لتدريب خاص لقتال السيوف ومهارات قتاليه بقيمه 100 مليون. وده افضل عرض اتقدم لشخص قبل كده، وده علشان هو واثق في موهبته. طبعا لو فونج قبل بدون تفكير، وعرف من جيانج ان المدير زوجو احد المديرين الثلاثه للمقر الرئيسي لنادي الفنون القتاليه الخارقه في مدينه جاجنان كلها. طبعا اهل لو فونج مش مصدقين ومفكرين ان ده حلم، وهو فعلا حلم بس اتحقق لواقع. ووصلوا للفيلا الجديدة وكانت مبهرة جدا. وهنا هويانج طلب يقابل لو فونج في احد الاماكن، وفهموا انه اتفق فعلا مع بعض المساجين ولكن مالوش علاقة بكبرى، واللي اتفق معاه هو تشانج هوبي، واحد المحاربين اللي هو عم هوبي. حاول يعتذر بالنقود ولكن لو فونج رفض، واكتفى بكوباية القهوة، وانه هيحل المشكلة ديت مع هوبي ولكن بعد الاختبار الميداني. وبالفعل وصل لو فونج لمكان الاختبار، واثناء تجهيز المعدات ظهر وان دونج من نادي البرق للفنون القتالية، اللي واخد عرض منهم بالانضمام مقدما زي لو فونج، وعايز يتنافس مع لو فونج ولكنه مش مهتم. طبعا اتعصب ولكن الموضوع اتحل. والغريب ان زيهو وصل هناك، ويا ترى بيدبر ايه؟ طبعا قبل الانطلاق كان كل المتأهلين بياخدوا التعليمات، وان مهمتهم انهم يسترجعوا امدادات من قافلة تم الهجوم عليها، بالاضافة انهم ياخدوا عينات جينية من الوحوش عن طريق قطع الأذن، واللي هيجمع أكتر هتزيد نقاطه، ومش مسموح إنهم يهاجموا بعض وإلا هيتقبض عليهم. وصلوا للمكان وشكل زيهو فعلا محضر للو فونج فخ يقضي عليه، وعبارة عن بيضة غريبة. طبعا بيراقبوا المتدربين ولو فونج في مواجهة مع نمر المستيف المتحول. لو فونج مش بيهرب على قد ما بيدور على الفرصة المناسبة، وبيحاول يستعمل حركات جيانج، وبضربة سريعة قضى عليه. ويظهر ان في وحش اخر ولكن اتقضى عليه، ولكن مش من محارب. وهنا انطلق الانذار، في وحش نسر ذهبي رانك دي ظهر. وصل هناك ازاي ما حدش يعرف، ومن الواضح ان لو فونج في مشكلة كبيرة وممكن يفقد حياته. هل هتكون ديت نهاية لو فونج ولا هيتغلب عليه ويستمر في رحلته؟ وهل زيهو هيقف عند حده ولا هيتعاون مع اعداء جدد اقوى انهم يقضوا على لو فونج؟ وهل هيقدر يتغلب عليهم لوحده ولا هيظهر ليه حلفاء جدد؟ وشكلنا هنكون على موعد مع قتالات اسطورية ولحظات حاسمة. كل ده هنعرف في الحلقات القادمة. ما تنساش لايك وكومنت وتشترك وتفعل الجرس علشان توصلك اشعارات الفيديوهات القادمة اول باول. واشوفك على خير الفيديو الجاي.